السلام عليكم احبابي العزاز. مرحبا بكم عندي ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي ان شاء الله غادي ندير واحد طبق، يعني على قد الحال متوسط، ولكن غادي نرافقو بواحد الشكيلات ديال الزعلوك. الطبق هو الشرن. انا شريت كيلو. هاد الشرن تيقولوا له الشرن السفري. انا في الحقيقه ما عنديش معلومات بزاف على الحوت صراحه، ما كنعرفش انواع الحوت. الانسان هو يكون منطقي من غير السردين اللي ديال متناول الجميع كلشي كيعرفه، وشي انواع اخرى يعني، ولكن كنجهل بزاف الانواع ما كنعرفهم صراحه. ولكن ملي تكون موفره عندي يعني الفلوس ولا داك الشيء، كنحاول نمشي نشريهم باش نعرف النوعيه صراحه. على كل حال غادي ندوزو الزعلوك ديالنا اللي دوك الانواع اللي غادي نصايب ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنحتاج المكور، القرعه حمراء، 2 فليفلات، الثومه طبعا، بوتنجال والربيع، وكنحتاج السميده. هاد السميده باش كنفند فيها سميتو الشرن، يعني جميع انواع الحوت. الا كنت غادي نخشيها في الفران انا كنفندها في السميده باش كتجي واقفه ومقرمشه. وانا اصلا غالبا ما كنقلي الحوت، الاغلبيه كنقص من مساله ديال الزيوت، غالبا كنفندو كنخشيه في الفران. المهم من بعد جبنا المكور ديالنا، قطعناه رقيق بهذه الطريقه، وملي كنقطعوه كنغسلوه، كنبقاو نحكوه هكا بيدينا باش يتحل، والماء مطلوق عليه باش لا كانت فيه شي حاجه كتخرج يعني مع الماء. وكن هذاك الحكان كيخلينا نحلوه هكا بحال هكا بهذه الطريقه. على كل حال كنزيدوا معاه رويصات ديال الثومه، وكنديروا شويه ديال الماء والملح، هادشي باش غادي نسلقوه في البرمه ديال الكسكاس، حيت غندير 2 عمليات في عمليه وحيده ان شاء الله الرحمن الرحيم، يعني باش نسرعو وفي نفس الوقت كنقتصدو. الانسان ضروري في هذا الوقت من الاقتصاد، حيت الوقت صعب شويه. على كل حال الله يصاوب. من بعد كناخذوا القرعه ديالنا، كنقطعوها مرصوات بهذه الطريقه هذه، وكنديروها في الكسكاس وكنردوها فوق هكا، يعني المكور تحت والقرعه الفوق، يعني بجوجهم في مره واحده. من بعد خدينا الفلفله ديالنا قطعناها طريفات رقاقين، والبصيله حتى هي قطعناها طريفات رقاقين. انايا ربما من قبل ما ذكرتكمش البصله. وقطعنا بوتنجال حتى هو طريفات رقاقين، كنديرهم في المقله ديالنا. كنخلط هاد العناصر كامله مع شويه الزيت، وكنردوها تشحر حتى تتنزل. عاد كنزيد لها الشرموله المعتاده ديال الزعلوك اللي راه كلشي كيعرفها، يعني ماشي شي حاجه جديده. انا دائما كنخدم المغرفات ديال الخشب. في الصراحه بكري كانوا الناس بسطاء، ولكن كانوا كيعرفوا شنو كيديروا مع الوقت. كانوا تيديروا لنا المغارفه الخشب كنشربوا بهم الحريره على باش ما نتحرقوش، وكانوا صحيين. الزمان كان بسيط وكانت اشياء قليله فيه، ولكن كانوا اذكياء تيعرفوا شنو هو المناسب. سبحان الله، حتى انا ما كيخطاونيش هاد المغارف ديال الخشب في الدار، والله العظيم ما تيخطاونيش. اين انت يا زمان، ولا اله الا محمد رسول الله. الشرن ديالنا هو نقيته وغسلته مزيان ودرت له الشرموله العاديه، وخليته كيشرب قامته شويه. من بعد عاد غادي نفندو في السميده وغادي نخشيه في الفران ان شاء الله الرحمن الرحيم.
من بعد ما سلقنا القرعه ديالنا كنزيدوا عليها رويس ديال الثومه، شويه ديال الملح وشويه الكمون وشويه السودانيه فقط ومعلقه ديال الزيت، وكندعقوها بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نهرسوا لهذيك الحلاوه ديالها بشويه ديال الخل. صدقوني كتجي ولا اروع. وهذا الطبق تفكرتوا لحقاش كانت كديروا لنا مرات جدي الله يرحمها مسكينه في هذا النهار السعيد. المكور ديالنا ها هو بعد ما سلقته وقطرته ويعني ودعقته مزيان فوق الشبكه حتى يتصفى من الماء. كنزيد عليه العطريه عاديه بحال ديال زعلوك، يعني الكمون، الثومه، السودانيه، الفلفله غبره، يعني الحلوه اللي كنقولوا لنا حنا بلغتنا حنايا ديال الغرب. القزبر هكا خضر، واخا مسلوق بالملحه زدت شويه د الملحه، واخا مسلوق بالثومه زدت شويه الثومه، وتندير شويه الزيت والقزبر هكا ربيع والقزبر حبوب وكنشحرو. من بعد خديت هاد ميني طاوه ديالي فنت الحوت ديالي بهذه الطريقه بالسميده. كيجي مقروش صراحه، وكنحاول شويه نبعد من الزيوت. غادي نخشي غير في الفران بعد ما دهنت المقله بشويه الزيت. هذه هي الطريقه ديال الحوت عندي، اكثريه كنديرها بهذه الطريقه هذه. هذا هو الشكل ديال المكور ديالنا بعد ما شحرناه. غير هي طريقه واحده اللي غادي نقول لكم بالنسبه للخل او الحامض. اللي كيبغي المسائل محمضه يقدر يزيد هاد المسائل، اللي ما كيبغيهاش محمضه يخليها هكا عاديه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، حيت كل واحد والذوق ديالو. ايوا الحوت ديالنا خرجته من الفران، شوف تبارك الله ما شاء الله، شوف كي مقروش يعني وناشف من الزيت. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، وريحته غزاله ما شاء الله. دابا غادي نهز هاد الغدا ديالي وغادي نمشي عند بنت اختي. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطابله ديالنا اللي اشتركتها مع بنت اختي. جينا من عندها لدارها تبارك الله ما شاء الله. طابله على قد الحال، اللهم لك الحمد. القناعه هي كل شيء. ايوا هذا هو اللي ما خلانيش نبعد على قنيطره، هي بنت اختي. وعندها واحد الزوج حتى هو الله يعمرها دار، يوسف، ولد الناس مربي حتى هو قانوع تبارك الله ما شاء الله عليه، الله يخليه ليها وهي تبقى ليه. وعندهم واحد الكتكوته والغزيو هو الحبيب ديالي. هود باي باي يا خالتو. ايوا بصحتكم وراحتكم، والله يقوي الخير في كل دار يا ربي. تبارك الله ما شاء الله. يوسف تفضل ولدي، تفضل مرحبا. واخا انا اللي جيت عندكم. مرحبا بكم، وكنتمناو تقبلوا لنا على هذاك الموجود، وما تنساوش تدعموا القناه ديال امراه مغربيه بجيم ولايك ومتابعه وبارطاج للصفحه ديالها باش يعم الخبر الجميع ان شاء الله. شكرا ولدي، لا الله يخطيك. خدوش شي كلمه بنت اختي الحبيبه الغاليه، هذه راه بنتي في التربيه هذه. مرحبا بكم، وقبلوا علينا على غدانا متواضع، وكما قال يوسف دعموا المرأة المغربية بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير زوينين، واللي ما تابوناش عندها يتابونا دابا قبل ما يكمل الفيديو. ومرحبا بكم بالصحة والراحة. الان الختامه غزالي. اخيرا تعيش بلادي في امن وامان.